سلام حبيباتي الزهرة السامعين، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ما جيت باش ندير فيديو فكاهي ولا فيديو ترفيهي باش نضحككم، لا اليوم جيت نعطيكم فيديو مفيد جدا جدا، جيت نعطيكم معلومة مليحة بزاف بزاف بزاف. اذا انا ما نحبش الفيديوهات الطويلة، ماذا بيا ندخل في المعلومة مباشرة. إذا اللي عندها كحصة ولا نحصة ولا تعطيل في حياتها ولا تعاني من مشاكل في تأخر الزواج، مشاكل في العمل، يعني مشاكل تاع الحسد والعين والسحر، ما نظنش كاين حتى إنسان سلك من مشاكل العين والحسد والسحر. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم سحروه وحسدوه وضربوه. هذه هي الحياة، ما كاش اللي يسلك من أذى الناس وأذى الأقارب وأذى الجيران. إذا اللي عندها نداء عاجل، الحاضر يعلم الغايب، اللي عندها كحصة ولا نحصة في حياتها، ولا اللي عنده ماشي فقط الفتيات، اللي عنده كحصة ولا نحصة في حياته، ماء الوضوء تاع الأم، نعم ماء الوضوء تاع الأم. إذا الوصفة هذه أنا جربتها شخصيا، ماشي فقط أنا اللي جربناها كامل في العائلة تاعنا هذاك الوقت. يعني كنا حنا ذكور وإناث، كملنا قرايتنا تمتم، ما لقيناش خدمة، هذه ما تزوجتش، هذاك ما تزوجش، هذاك ماهوش يخدم، هذاك راه ما يتفاهمش مع خوه، يعني مشاكل كبيرة كنا نعاني منها في هذاك الوقت. إذا الوصفة هذه ما جبتهاش من راسي وما جبتها لكمش بأي كتاب. الوصفة هذه مدها لنا إمام تاع مسجد كان قريب للعائلة. إذا الوصفة كالتالي: الأم تاعكم كي تتوضا يا جماعة الخير، هذاك الماء تاع الوضوء ما ترموهش. يعني الأم تقدر مثلا نقولوا هذه طاسة تاع الوضوء وهذه باسينة كبيرة، إذا تحط الطاسة تاع الوضوء داخل هذيك الباسينة كبيرة، تتوضا عادي كيما مرفا تتوضا للصلاة، وهذاك الماء تاع الوضوء ترفدوه وتعاودوا تفرغوه نتوما في طاسة صغيرة. ومقبل نقول لكم هذه المعلومة كذلك، مقبل ما تتوضاو به اشربوا منه شوية مع الدعاء اللي كانت عنده حاجة في نفسه يدعي بها، اللي كان عنده مشكل في تعطيل تاع الزواج ولا العمل ولا أي حاجة. كي تشربوا شوية من هذاك الماء تاع الوضوء تاع الأم، ومن بعد توضاو به. ودوك اللي تجي تعي في يماها وتقول لك كيفاش ماما غسلت به رجليها، أنا واحدة من الناس ما نعيفش يما، عادي جدا كنت نشرب منه، نقولها بكل صراحة عادي جدا، كنت نشرب شوية ونتوضا به. إذا العملية هذه ديروها 7 أيام، أكو تبعوا معايا يا الزهرة استمعي، ديروها 7 أيام مع الدعاء. أنا نقول ونعاود، الدعاء يغير القدر. يعني الدعاء مهم جدا في كامل هذه الامور، ماشي تروح دير هذيك الوصفه وتقول فادت ولا ما فادتش، انا درت اللي عليا، لا، اي حاجه الانسان ينوي يديرها يدعي. اذا تتوضاو به 7 ايام، ومن بعد 7 ايام تزيدوا تدوشوا به 7 ايام. ماء الوضوء تاع الأم فيه بركة عجيبة جدا، وأنا وحدة من هذا الناس، ماشي برك أنا وكامل أفراد العائلة تاعي في هذاك الوقت جربنا هذا الوصفة والحمد لله فادتنا جدا جدا جدا. إذا اللي عنده مشكل تاع التعطيل في حياته في حياتها يستعمل هذا الوصفة، ويعاون روحه كذلك بالدعاء، ويديرها 7 أيام يتوضا به و7 أيام يدوش به، وإن شاء الله يا ربي تتنحى لكم كامل الكحصة والنحصة في حياتكم. وكما قلت لكم هذه النصيحة عطاها لنا الإمام تاع مسجد. يعني على بالي راكم رايحين ترد بالك تجاوبوني في التعليقات وتقولوا لي باللي هذه ما كاش منها، ما جامي سمعنا فيها، جامي قرينا عليها لا في آية ولا في حديث. أنا نقول لكم ونعاود لكم للمرة الأخيرة، الوصفة هذه ما جبتهاش من راسي، ما اخترعتهاش. الوصفة هذه قالها لنا إمام تاع مسجد، هو اللي نصحنا بها في هذاك الوقت، وإحنا درناها وجربناها والحمد لله كانت نتيجة إيجابية جدا. على هذه جتني الفكرة باش نشارك معكم هذه التجربة تاعنا، إن شاء الله تستفادوا منها. إذا اللي عنده الوالدة تاعو ماتت نقولوا ربي يرحمها ويغفر لها. ان شاء الله عندي نصيحة واحدة اخرى انا رايحة نديرها لكم في فيديو لاحق ان شاء الله. سلام.